وهتفضلوا انتوا كده على ميه الليفت، مسلمين ومسيحيين حقيقه زي ما قلنا في المقدمه. احنا محتاجين جمهور جديد بقى. انما هتعمل ايه؟ على كل حال تعالوا نشوف السيسي لما الاسطول والحركات الاسطول ومش الاسطول دخل علينا دخله الذئب الازرق. شوف بقى، هتقول لي عادي، ايه المشكله يعني؟ لابس بدله عسكريه عادي اهو. السيسي اهو لابس بدله عسكريه اهو، الجاكيت ده عنده في الدولاب، ولابس، بص عشان بس تقوليش بدله عسكريه دي، مين اللي قال لك انا بدله عسكريه؟ اهو لابس زيه زي مين؟ صدق صبحي. زيه زي مين؟ حجازي. خلاص ماشي، ده لبس القوات البحريه. لا هات الصوره اللي قبل كده يا محمود، اهدى شويه، اهدى، انت وراك ايه؟ الفرن سايبه لوحده؟ هات الصوره اللي قبل كده يا محمود، هتلاقي هو لابس زيه زي بقيه القاده. ما تجيب الصوره يا محمود. لكن مين اللي مش لابس زيهم بقى؟ شريف اسماعيل. فعشان بس ما حدش يفهم ان ده ايه زي الامن الصناعي كده، دي جواكت بيوزعوها عليهم وهم داخلين، لا دي حاجات ما بيلبسهاش لا مؤاخذه غير القاده العسكريين. بص ده صدق صبحي، ده لبس البحريه. شريف اسماعيل لابس لبس جاكيت اسمه ايه ده، بلطو همام في امستردام، عادي جدا. اذا ورا مدنيين مش لابسين اللبس، وورا عسكريين لابسين لبس تاني، بس ده لبس الايه؟ القوات البحريه. طيب ايه في المشكله يعني؟ هتقولي جايب الصور دي ليه؟ انت ما وراكش حاجه تجيبها يعني؟ لا بس واحده شويه. بس لما شفنا الصور دي افتكرنا الفيديو ده. اسمع كده. أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت شكرا إنهاء خدمتي. هو الجول يا جماعه في دي، شكرا. أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري. حتى الكذب واصل لمرحلة البدلة. أقف أمامكم المرة الأخيرة بزي حتى في دي مش قادر يصدق. هو استقال على فكرة، استقال. حد يقول لي طب ما هو كان وزير دفاع، حلو بس استقال. هل يجوز إن مثلا دلوقتي نجيب وزير دفاع سابق نلبسه البدلة العسكرية؟ لا ده هبل رسمي، ده عبط. ده حسني مبارك من ساعة ما ساب العسكرية لحد آخر يوم لما تنحى ما لبسش البدلة العسكرية. وحسني مبارك كان قائد القوات الجوية، أول ما تولى نائب رئيس قلع البدلة ما لبسهاش تاني. خلاص. السادات بقى الوحيد اللي بيعمل الحركة دي. السادات أقيل أو يعني من أيام اللي اسمه إيه ده، انقلاب 23 يوليو، قلع البدلة. وفجأة أول ما جه رئيس بقى يلبس، بقى مرة يلبس اللبس القضاة، ومرة يلبس لبس البحرية، ومرة يلبس، كان مجنون لبس. طيب هل دي آخر مرة فعلا؟ طب أديكوا شفتوا بقى، تعالوا نشوف مع بعض إمتى السيسي لبس زي عسكري بعد الكذبة دي. اتفرج. دي بدلة مارنجوس الأول، عبد السلام النابلسي، فيلم شارع الحب، عز الدين ذو الفقار، عبد الحليم حافظ وصباح. بص الواد ده راح فين يا جماعة؟ دي البدلة اللي كلفت مصر 64 مليار جنيه. البدلة دي يا جماعة افتكروا للتاريخ، هذا الزي كلف مصر 64 مليار جنيه. الغريبة، خليكوا واقف عند الصورة دي يا محمود، خليكوا واقف عند الصورة دي. الغريبة بقى في الصورة دي ايه؟ ان مهاب مميش كان قائد عسكري، ابوك كان قائد طابية، امك كانت قائد طابية، لكن مهاب مميش كان قائد القوات البحرية وهو المسؤول عن قناة السويس. ما لبسش الزي العسكري في الافتتاح ده اللي هو جاب مصر ورا. مين لبس ولبسنا معاه؟ عبد الفتاح السيسي. وكانت مقصوده بالعيني ان هو يبقى لابس لبس اللي هو طريقه حسب الله زمان دي، عشان يبان ان هو الجنرال. خلاص. ليها قصه كده بين هتلر وموسوليني. هتلر كان يزعق ويخطب حلو قوي، موسوليني كان يحب المنجهه، يحب الصوره اللقطه. ففي مره التقوا مع بعض، هتلر جه عادي ببدلته المدنيه، موسوليني لبس بدله زي دي كده، عارف حاجات بقى بتبرق وبتلمع وبتاع، عشان ينتصر على هتلر، عشان يبان ان هو نجوميه يعني. دي كانت مره لبس فيها البدله العسكريه. هل في مره تانية لبس البدله العسكريه يا جماعه؟ دي كل دي مره القناه السويس. هل في مره تانية السيسي لبس البدله العسكريه؟ حد يفكرنا كده؟ اهو لما راح سينا، اهو لما راح سينا لأسامة عسكر لبس البدله العسكريه. اليوم بجولة تفقدية لمقر قيادة عناصر القوات المسلحة في شمال سيناء، حيث اطلع من كبار القادة العسكريين على سير العمليات العسكرية في مركز العمليات، وتفقد الأسلحة التي تم ضبطها بحوزة الإرهابيين. كما قام السيد الرئيس بزيارة أحد الكمائن وحرص على مصافحة الجنود المتواجدين به. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يجوز
انا بقول لحضرتك لا يجوز لي انه يلبس بدله عسكريه. هتقول لي ده القائد الاعلى للقوات، لا يجوز. لا يجوز لعبد الفتاح السيسي ارتداء الزي العسكري. مش بس لانه قال اخر مره زي ما شفت في الفيديو، لا، لانه اصلا استقال. ولا يجوز لقائد اقيل او استقال قبل كده يعود بلبس البدله العسكريه. انا شفت بعيني قاده، انا شفت عبد المنعم واصل، وشفت القاده الكبار بتاع اكتوبر لما خلاص خرجوا على الخدمه من معاش يعني لابسين الزي المدني خالص. ما ينفعش يلبس بدلته دي، خلاص بقت في التاريخ. وبصرف النظر على اللي انا بقوله ده، 30 سنه حسني مبارك ما لبسهاش، 30 سنه من ساعه ما تعين نائب رئيس جمهوريه لحد ما مات ما لبسش الزي العسكري. وجمال عبد الناصر ما لبسش الزي العسكري. يعني حتى لما كان عبد الناصر بيروح الجبهه بعد 67 ليه صور كتيره هو ماسك النضاره معظم لابس بدله مدنيه. خلاص خلصت. اللي كان يلبس البدله العسكريه عبد الحكيم عامر لانه كان قائد ورئيس اركان. وبصرف النظر على اللي انا بقوله ده، هو نفسه ما قال في الفيديو هذه اخر مره اظهر فيها بالزي العسكري. حتى في دي مش عارف تلمها، يخرب بيتك. المهم عشان نوصل بقى، تعالوا نشوف السيسي وهو بيحرج الحقيقه الضباط وبيكلمهم على حاجه. نشوف كده الفيديو ده. اي اوامر يا فندم. نسب الكتابه على الحيطه عندك بتاعت خط اللي هو التاني بروس الساحلي مش قد بعضها ليه؟ تتعدل يا فندم. ما اتعملتش من الاول ليه؟ حاجات صغيره خالص، حاجات صغيره خالص، لكن احنا ليه نعملها كده؟ مش كده ليه يا كامل؟ شكرا جزيلا. يا فرحتها بيك، والله فرحتها بيك فعلا. هو طبعا اللقطه دي هو بيدور على، هو عايز لقطه، هو اي لقطه. انا عايزك تتفرج على البصه بتاعته وهو مبسوط قوي. بص البصه وهو مبسوط. شفت انا ناصح ازاي؟ يا فرحتي يا نصحتي، النبي انا ناصح قوي والله. انا فعلا طبيب الفلاسفه. شوف العين، شوف العين، شوف العين، شوف العين، شوف العين، شوف الكريدت بقى لنفسه. انا ناصح. بص لا البصه اللي قبل دي بسنه يا راجل، ارجع هبابه ورا شويه يا راجل. البصه اللي قبل دي سنه كده، وبيبص كده بيضرب نص عين على حد قاعد الناحيه الثانيه. الحقيقه اللي بص كمل. فين بقى قياده اللواء؟ فين بقى اللي هو وجعت زوره؟ فين اللي وجعت زوره دي؟ ما تعرفش هي دي؟ مش باينه ايه قياده اللواء؟ فين قياده اللواء؟ مش عارف كده. لا مش دي، هي دي قياده الاسطول اللي قبلها. هو بيتكلم على اللي فوق اللوحه دي. لا مش بيتكلم على دي، هو بيتكلم على قياده اللواء اللي فوق الحيطه. النسب مش مظبوطه ليه؟ ما تعملش ليه؟ ها؟ ما تعملش ليه النسب؟ ما تعملش ليه النسب؟ ايوه هي دي بكده دي. بس بقى قياده اللواء هي دي بقى اللي النسب مش عاجباه. سريعا عشان عندنا ضيف في الحلقه دي، عايز اقول لكم الهيافه واحده، هما بيورثوها تقريبا. بص عينه بقى، هنا عينه. ايوه بص الحركه دي. بص لا هي النظره بقى، النظره يا حوده الله يسترك. ايوه بص الله، انت مش مظبوطه ليه؟ انا ناصح قوي، ده انا حدق، ده انا فتك. اللي بعدها ايوه امشي سنه، ده انا فتك قوي. شفت الفتكه؟ ده انا واد فتك قوي. هي دي، شفت الفتكه يا واد؟ شفت الحته دي؟ ثبتهم لك صح؟ سريعا كده هقول لك حاجه على القصه دي، يمكن حكيتها زمان. كان في مكان اثري بيفتتح حسني مبارك، والمفروض ان انا كنت قبله، كنت سنه 88. المفروض ان انا اللي اقف اشرح له لوحه عن احد ميادين القاهره، في يعني مجموعه لوحات عن القاهره في القرن الماضي. فجت بنوته حلوه من معهد جوتا وقفت تشرح لي دي ميدان عابدين، ده مش عارف ايه. الراجل الكبير اللي هو ماسك المكان كله قال لها ما تطوليش. هو يعني جميل يعني، قال لها ما تطوليش، ده حسني مبارك ده تافه وهايف وهيسيب اللوحه كلها ويخبط على الخشب ويقول لك هو ده حبيبي. والله قالها بنفس الطريقه. عايز اقول لك كل اللي قاعدين ما عرفوش يضحكوا من الخوف لان الامن كان حوالينا. هو بيعمل نفس الطريقه، اللي هو ساب كل الليله والنسب مش عامله ليه زي حسني مبارك بالظبط. حلو ده.